تعالوا أفرجكم النهاردة على حارة كان بيتردد عليها كل مشاهير الفن والسياسة. حارة كده عمرها قرن من الزمان، وحارة كان بتجيلها الست أم كلثوم والسندريلا سعاد حسني ورشدي أباظة وعبد السلام النابلسي ومحرم فؤاد. الحارة دي موجودة في وسط البلد. ما تيجوا نفرجكم عليها. حارة كنت زغيب أو الجوهرجية. حارة كنت زغيب دي بتقع في وسط البلد ما بين شارع عبد الخالق ثروت وقصر النيل، واشتهرت الحارة بوجود أقدم عدد من الجوهرجية والورش في صناعة الذهب والألماظ. الحارة دي يا جماعة عمرها قرن من الزمان، والحارة دي اتسمت بحارة زغيب لأن كان في باشا زمان اسمه زغيب، كان في علاقة نسب ما بينه وما بين الخديوي إسماعيل، ولما توفت أخته الخديوي اداله الحارة ديت كنوع من التعويض عن أخته، لكن الباشا زغيب اعترض على إن هو يطلق اسمه على الحارة دي لأن المكان كان ساعتها ضيق، وكان نفسه ياخد هو شارع كبير ويسميه شارع زغيب. وكل محلات الجوهرجية اللي موجودة في الحارة كلهم أرمن وطلاينة ومصريين، وكان من أقدم الجوهرجية المصريين اللي موجودين في الحارة كان رزق أمين. ورزق أمين ده كان الجواهرجي المخصوص للسيدة أم كلثوم والسندريلا سعاد حسني، وكمان محرم فؤاد وسمير صبري وغيرهم من المشاهير اللي كانوا بيترددوا على الحارة عشان يقتنوا المجوهرات والساعات الغالية. والمصنوعات اللي كانت بتخرج من المحلات اللي موجودة في الحارة كانت بتعتبر من أجود وأرقى المصنوعات اللي بتصنع بشكل يدوي. والحارة كان ليها رواج في الماضي، وكان ليها زباين كتير بيترددوا عليها من المشاهير والهوانم والبشوات، لكن دلوقتي حال الحارة اتغير وما بقاش حد يجي للمحلات ديت إلا الناس اللي اعتادوا عليها من زمان. وبيوجد في الحارة كمان عمارة قديمة جدا. العمارة دي كانت استراحة لكل الناس اللي كانوا شغالين في قصر عبدي. أنا حبيت بس أصورها لكم كده من بره عشان تشوفوها. العمارة دي تقريبا عمرها معدي 100 سنة. بقى احكي لنا تاريخ الحارة هنا. حارة كنت زغيب. حارة زغيب أو زغيب. الحارة دي مشهورة إن هي حارة للجواهرجية بتوع الذهب. كمان في سكة المناخ الناحية التانية دي برضك مشهورة للذهب. طب والحارة دي بقى احنا نعرف إن كان فيها مجموعة من اللي هم الأرمن والإيطاليين كانوا فاتحين محلاتهم. لا، هنا كان أرمن يهود ما كانش فيه هنا في الشارع. كان فيه بره. كان فيه حبيب باروك وكان فيه يوسف كوهين. ده في الشارع بره. لكن هنا كلهم لا. كان فيه هنا انا ما اعرفوش. كان في واحد اسمه عباس يهودي. ده انا ما اعرفوش. اللي اشترى المحل بعد كده فؤاد امين. وحضرتك شغال هنا من سنة كام بقى؟ انا من 65. من 65. ومين بقى اللي كنت بتتعامل معاهم من المشاهير هنا؟ انا بقول لك فريدة الزمر كانت زبونة عندك هنا. انت كنت شغال في محل ايه قبل محل متياس دوا؟ لا، كنت عند واحد اسمه جربيس بربريان. ده كان ايه بقى؟ ده كان محل وورشة تصنيع. ده كان يهودي ولا ارماني؟ ارماني. وهنا ايه تاني غير اللي هم يعني من اللي هم السياغ اكتر؟ مين هنا اللي هم مين؟ انا اعرف اللي هو الميهي. ده كان فضيات. لا ده فضيات الميهي. لكن الباقي بقى كله هو الميهي ده كان في الاساس كان بيبيع ده، بس لما الدهب غلي وبتاع هو بقى فضل الفضيات عن الدهب. وبعد ما خلصت جولتي في الحارة طلعت على شارع عبد الخالق ثروت. طبعا شارع عبد الخالق ثروت معروف
بعدد كبير من الجوهرجية القدام اللي موجودين في وسط البلد زي السرجاني وزي بايوكي. فطبعا احنا طول ما احنا ماشيين قعدنا نتفرج على المحلات، وحبيت اخدكم في جولة تتفرجوا عليها. ومن أشهر الجوهرجية اللي موجودين في شارع عبد الخالق ثروت محل الخواجة بايوكي. بايوكي المحل ده اتأسس سنة 1900 وأسسته أسرة إيطالية، هو الجد الأكبر ليهم الخواجة بابلو بايوكي، والمحل ده امتداد ليهم لفرعهم الشهير في إيطاليا. وإن كان من زباين المحل ده والمترددين دايما عليه كانت كوكب الشرق أم كلثوم، اللي قال عنها الخواجة بايوكي بنفسه إن هي كانت بتيجي تختار بنفسها القطع المتميزة من الألماس، وكانت بتستمتع بالمناخ الخاص بالمحل. وكمان كان من المترددين عليه الرئيس محمد أنور السادات اللي اختار شبكة زوجته السيدة جيهان السادات، وكمان زوجة شاه إيران وملك إيطاليا السابق، والعديد من الفنانين والسياسيين وكبار الدولة. يا رب تكون جولتي عجبتكم في حارة زويب، وأشوفكم في جولات جديدة. باي باي.